هاد البرهوشه واحد الطاسره منها ما كاين، واخا صغيره كتموت على الفاب والدخان، اما البيره كتشربها اكثر من الماء، لا هي ولا الروج. المهم السيده الدوخ، وحبذا لو كانوا شي كويسات د الويسكي، ولكن عادي بما انه امها واختها الكبيره هما اللي كيعطيوها تشرب. لو باش مكملاها باغا تعلم سيدي شطح الشيخات، ومكتسمه والديها طالقين لها اللعب، ختنا زعمات ومشات دار تطواج قدو قداش، والغزاله ديال امها عاد فرحات وعجباتها الحياه. ولكن فاش غتعرف علاش هاد البنت كدير هكا تقدر تعاطف معاها ولا تكع على والديها، حيت صراحه داكشي اللي كتعيشو صعيب الواحد يتقبلو. هادي سيدي واحد البنت في عمرها 24 عام، ايه تقدر ما تدخلش ليك راسك حيت اللي شافها كيعطيها 8 سنين ولا 10 سنين، وبما انه الحجم ديال الجسم ديالها صغير فوالديها كيبقاو مخلوقين عليها ورادين معاها البال. ولكن هادشي طلع للبنت في راسها حيت قال لك كيخليوها تحس براسها برهوشه، وفي نفس الوقت كيعاملوها وكانها ما قادراش تعول على راسها، في الوقت اللي هي باغا غير تخرج تسهر وتزها ودير داكشي اللي كيديروه كراناتها. وداكشي علاش البنت ولات كدور فمها باش تجمع راسها وكتقول لها سمعينا الشريفه ولا زعطوطه، انت زهيتي مع راسك فاش كنتي قدي ودابا جايه تبتي عليا مع السيده، ولات باغا تسكن بوحدها كاع كيف ما دايرين صحابها باش تبعد على والديها. واهم حاجه تدبر على شي ولد العبد يتصاحب معاها ويقبل على بالها، ما اختنا كتخاف لا يفوتها التران وتبقى في الزوج. وفعلا شونا ولات كتعلق فين تفلق، كتمشي دير شي حوايج غير باش تبان كبيره واخا هي ما اقتنعش بهم، بحال انها بدات كتكمل الفاب مع صحابها اللي في لافاك باش يبداو يهضروا معاها على اساس كبيره. ولكن واخا صحابها صافي ولفوها هكاك هي باقي ما بغاتش تقتنع، وداكشي علاش بدات كتكثر من الشراب. وفاش غتعرف علاش غتقول مع راسك ختنا التيريري وما فيهاش. دابا قال لك هي ما عندهاش مع البيره بزاف، اما الروج في المالا كتشربو غير فاش كتكون القضيه ناشفه وكتقضي به. ولكن اكثر حاجه كتعجبها هي القاصحه خويا، ومن الاسباب علاش ختنا كتغلق فيها الكل هو انه بنادم ديما كيتبادق وكيتصنف فاش كيشوف بنت في عمرها 8 سنين وجالسه كتشرب. واخا صراحه بنت لي ما غاديش تقدر تغرق حيت ما غاتشم الغلاقه غدوخ، ولكن صحابها قال لك بالعكس شونا عندها الكبيسه كبيره. من الاخر بنت لي شونا مكثرت ما بغات الناس يعاملوها على انها طبيعيه، ولات كتخليهم يضحكوا على القصوريه والمرض اللي عندها. والا شي واحد شافها وزغبوا الله يتعامل معاها عادي هي ما كتجيهاش عادي، وكأن حياه شونا ما عمرش بالمشاكل بينها وبين راسها. البنت باغا تلقى الحب في حياتها حيت قهرها الملل بوحدها، ولكن بما ان المهمه ديال انها تدبر على شي صاحبيواتها صعب من توجد ديال الباك، فشونا كل سيمانه كتلاقى مع واحد جديد هي وزهرها. ولكن ختنا واخا كطيح في شي حد مزيان كتبقى تشرط عليه، بحال هاد خونا تلاقات به حتى هو قصير ودوز بزاف ديال الامراض بحالها منهم السرطان اللي حتى هي كان فيها فاش يلاه تولدات، يعني غادي يقدروا بعضياتهم ويتفاهموا. ولكن لسبب ما خونا ما عمرش ليها العين، واخا السيد خدام كرجل اطفاء وقادر يصرف على راسو، يعني خونا كامل مكمول. ولكن اسيدي هاد العيالات هادو كيضلوا يقلبوا على الحب، فاش كيجيهم كيبداو يتشرطوا، حيت بكل بساطه ختنا قال لك احقا ما كيشبهش لهادوك اللي كنت مصاحبه معاهم من قبل، على اساس كون كان فيهم النفع كون راه كاع ما تلقاوها كدور كيف الهبيله، حيت من الاخر بغات شي واحد اللي يكون طويل وما مريضش باش يقبل بها. ولكن حشومه هي تقبل بشي حد مريض اودي على التناقض ديال المرض. وشوف دابا هاد خونا حشم يقول لها راه تصدمت فاش شفتك قصيره، واخا هكاك فاش جا نقا ما عجبهاش الحال، ومن تما خاطرها تزعزع من جهته، حيت هي ما عندهاش مع الناس طوالي النقوى لان كيخليوها تحس براسها قصيره. بقات كدور حتى مشات لواحد البار فين غادي يجي عندها تخينه الاول اللي قلت لكم عليه قبيله. ولكن عاوتاني هي ما عبراتوش وعطاتو النخاله مع السيده كانت حاطه عينيها على تخينه، والمشكل انها كانت مصاحبه معاه من قبل، ولكن غير بغات تفقسهم بجوج وصافي، مع العلم انه اكثر واحد كانت عاجباه وكان كيتعامل معاه مزيان وتفاهم مع عائلته من الفوق. ولكن هي في الاخر ما ارتاحتش ليه. ودابا كنحس براسي خصني نقول هنايا ساسكت قليلا، ولكن بما انه فيا قوه الهضره خصني نقول لكم باللي شونا من بعد غتبقى بوحدها وغتبقى تخدم على شركه ديال الحوايج ديال الناس القصار بحالها، وفعلا غادي تقدر انها تنجح وكلشي غادي يمشي مزيان. ويا سبحان الله عاد ربي غيلاقيها برجل الاحلام ديالها اللي حلفات لا وراتو للمتابعين ديالها حيت خافت لي يضربوه لها بالعين ويصدقوا مفرقين عاوتاني مع اختنا نيت طاحت فيه تحت العمى في الظلمه. ايوا الفيديو ديالنا غادي يسالينا، قولوا لي واش من حقها تشرط على الرجال وتبقى تعيبهم كاملين، اولا الواحد مره خصو يتنازل باش يلقى الشريك المثالي، حيت ما نساوش على انه بعض المرات العلاقه كتولي مثاليه غير حيت الكوبل كيخدم على راسو باش يتفاهموا بيناتهم.